عارف ان احنا مش خسرنا، احنا اتظلمنا من اول الحكم لاول الجمهور عندهم لاول اللعيبه. كل شويه يخبطوا لعيب من عندنا. امام عاشور اتخبط مرتين وخبطه غبيه، ده غير الحكم بتاعهم كان ناقص يطلع كارت اصفر، للجمهور. الحكم بتاعهم بصوا من اولها لاخرها كده هي مترتبه معاهم. احنا عملنا مجهود كفايه بجد بجد، من اول لعيب من شوبير لاول لعيب لحد اخر لعيب في التبديل. بجد احنا عملنا اللي علينا، احنا عملنا ماتش الدنيا كلها تفضل تحكي وتتحكى عنه. بجد محدش اثر. صلاح، شوبير اللي صد فوق المليار كوره لحد الجول اللي كان بيدخل، هو كان فعلا بيصده بطرف صوابعه، يعني طرف صوابعه كان بيصد الجول، وكان الكوره بتيجي كده، الكوره كانت بتيجي كده. حاجات لينا اتلغت وليهم اتحسبت. ده غير اقسم بالله الحكم كان ناقص يطلع كارت اصفر للجمهور. كل شويه كارت. الجهاز الفني بتاعنا ما قصرش، كابتن حسام حسن ما قصرش، اخوه ابراهيم حسن. يا جدعان اقسم بالله الماتش من اوله لاخره مجهود مش طبيعي. احنا يمكن لعبنا عنهم بجد بجد بجد. يضربوا في اللعيبه عندنا ويخبطوهم وما اعرفش، وفي الاخر اصلا اتظلمنا. احنا في الاخر، احنا لو بصينا في القفله احنا اللي كسبانين. والله العظيم احنا كسبانين بجد. هما بجد 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 احنا كفايه ان احنا زعلانين. انا عايزه اقول لكم ان الناس عندنا هنا في مصر فرحانين حتى واحنا خسرانين، لان احنا عارفين ان احنا اتظلمنا. الحكم بتاعهم مش عادل، مفيش اصلا اي بجد اي حاجه. احنا عملنا ماتش هنفضل طول عمرنا نتكلم عنه. لعيبه رجاله، مفيش لاعب نزل الماتش واثر، كلهم رجاله. احنا مفتخرين بيكم، مصر كلها مبسوطه لكم. حتى لو احنا خسرانين احنا كسبانين بالنسبه لنفسنا، كسبانين لعيبه، كسبانين كابتن حسام حسن، كسبانين حاجات كتير قوي. مش شرط نكسب ماتش، عادي الجايات كتير. قد احنا كسبنا لعيبه رجاله. كفايه ان احنا وصلنا للحته دي. والمطوشه اللي فاتت احنا ابدعنا فيها، احنا لعبنا كويس جدا بجد. احنا عندنا شوبير ده، انا عايزه اقول لكم ان هو صد فوق المليار كوره بجد 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 بجد. من اول اللي بيلعبوا لحد الجمهور كله عارف ان احنا اتظلمنا. قبل الماتش بكام يوم الارجنتين هتكسبنا، الارجنتين وعمالين تتكلموا ميسي ومش ميسي. انتوا بتتكلموا على ايه؟ على لعيب واحد حلو عندهم. طب ومو صلاح ده فخر العرب، احسن لعيب بالنسبه لنا ويفضل طول عمره احسن لعيب. بمناسبه باقي اللاعبين، بمناسبه هيثم اللي عندنا اللي بجد 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 الكوره في الشوط الاول ما فرقتش رجله بجد. بقى انتوا بتتكلموا ان هم اصلا كانوا خايفين مننا في اول الماتش، والله ما كانوا عارفين يجيبوا معانا ايجابي خالص. اول جون اللي جبناه في اول 15 دقيقه، انتوا بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في الارجنتين وي 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 فريق وفريق وفريق، وكنتوا قاعدين على امل ان فلانه تحسدهم عشان احنا نكسبهم. مين اللي يحسد؟ مين اللي يحسد؟ انتوا ما شفتوش اللعيبه اللي عندنا؟ شفتوش بجد المصريين؟ ما شفتيش اللعيبه وهي بتلعب؟ كانش حد عارف ياخد مننا كره. كسبونا في اخر 10 دقايق متهيألي بجد، كسبونا في اخر 10 دقايق خلاص. بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ان شوبير سد فوق المليار كرة، مليار كرة ده كان بيسدها بصوابعه. انتوا بتتكلموا في ايه يا جدعان؟ انتوا بتتكلموا في ايه؟ بتتكلموا في ان احنا كناش هنكسب وان هي كانت حظ معانا. لا، احنا عملنا مجهود، احنا عملنا ماتش هنفضل نتكلم عليه طول عمرنا. حتى لو انتوا شايفين ان احنا خسرنا، احنا ما خسرناش خالص. احنا كسبنا جمهور، كسبنا كل حاجه، احنا كسبانين كل حاجه. احنا يكفي ان احنا كسبانين نفسنا. كله عارف ان الماتش من ناحيتهم مترتب، في حاجه غلط. بجد مفيش كلام يتقال والله العظيم. العالم كله مقتنع ان الكرة بتاعتنا ضربة جزاء، وزي ما انتم شايفين في الصورة كده مفيش اختلاف. زي ما انت حسبت الكرة بتاعتهم ولغيت الجون بتاعنا اللي هو اصلا كان هيكسبنا خلاص وكنا كسبانين، بس انت موتت الماتش خلاص. انت حكم ظالم بجد، حسب الله ونعم الوكيل فيك والله. بس ازاي ميسي يطلع؟ ازاي مصر تطلع الارجنتين من كاس العالم؟ ازاي اساسا مصر تصعد؟ ازاي منتخب مصر قوي بالشكل ده؟ ازاي عامل ماتش هايل بالشكل ده؟ ازاي لعبتنا رجاله قوي كده؟ ازاي في الماتش مش معتمدين حد، ولا احسن لعيب في العالم ولا مش احسن لعيب في العالم؟ اقسم بالله وقسما بالله لولا الحكم بس ولولا المنظومه كلها كان زماننا صعدنا دلوقتي، وكان زماننا اصلا بالاداء اللي احنا لعبناه ده كان مش نص نهائي، لا نهائي. بس الحمد لله لعبتنا رجاله. كابتن حسام حسن، ابراهيم حسن، اقسم بالله بجد كلنا فخورين بيكم وكلنا مبسوطين. احنا ما خسرناش، لا احنا كسبنا. اقسم بالله في الشوارع الناس كلها فرحانه وبتهيص. وصلنا لمستوى كويس، مستوى حلو، بس احنا كنا حابين
نوصل اعلى من كده، ان احنا بجد بجد كنا كويسين جدا ولعبتنا رجاله وكانت بتلعب على ان هم عايزين يوصلوا النهائي. بس الحمد لله كده كده كلها عارفه يعني ان ميسي اي حاجه بتحصل، اي حد بيلعب قدامه لازم الحكم يبقى معاه، المنظومه كلها بتبقى معاه. بس الحمد لله احنا منتخب مصر، احنا الفراعنه، اقسم بالله كلنا فخورين بيكم رجاله. محمد صلاح، شوبير، بجد بجد انا بموت فيك، يا رب يا رب اشوفك في حته كويسه جدا. امام عاشور بجد انت لعيب، باذن الله باذن الله هتروح مكان كويس جدا. هيثم حسن كتير، مروان عطيه، لا لا لا، مهند لاشين، زيكو، بجد يا زيكو انت لخصتها في جملتين، بجد لخصتها فعلا في جملتين. الحمد لله وباذن الله باذن الله اللي جاي كله خير. احنا خلاص، احنا بجد خلاص، اقسم بالله اللي يجي على سكتنا تاني لا ندوس عليه، هندوس على وشه. احنا منتخب قوي، احنا منتخب بجد خلاص كان نفسه يصعد نهائي كاس عالم، بس في اجماع ان مش عايزين اصلا يوصل نهائي كاس عالم ولا نص نهائي كاس عالم. الحمد لله، واحنا الحمد لله الشعب كله فرحان ومبسوط، والناس بره بتهيص وبتولع شماريخ بقى وي محدش يزعل. احنا كسبنا والعالم كله مقتنع ان احنا كسبنا، العالم كله واقف معانا، العالم كله متضايق على اللي حصل مع محمد صلاح لان هي ضربة جزاء، بس الحكم الظالم حتى ما رجعش للفار، ما جاش على نفسه حتى قال لما ارجع للفار اعمل اي شكل من الاشكال واقول لا مش هتتحسب، لا هو ما رجعش اصلا للفار. فالحمد لله واحنا كده كده كسبانين.